طبعا مو من طبعي أردا على شخص، بس هذا الشخص غثاني. طالع فيديو وعيب على شوارب، شكو شاب عراقي حاط شوارب على وجهه. ذولا انخطفوا من عندكم، هاي وحدة. واحنا طيحنا لكم مال صدام، هاي اثنين. ومع الأسف انتم تريد لكم حجة وتريد ترجعونها من قبل. حبيب قلبي، بالنسبة للعراق إذا تجي للكويت، هي الكويت كانت قبل محافظة عراقية وهالقدها، هاي وحدة. بس هم جوارينا وأهلنا وناسنا، والكويتيين لهم كل الحب والاحترام. بس اليوم من تجي أنت تحكي على دولة وعلى ناس محترمين مقدمين كل شيء للخطار اللي يجيهم. يعني أنت ترى مو بس الزوار الكويتيين اللي اثنين جو وانخطفوا، ترى العراق كل سنة يستضيف 25 ل 30 مليون زائر أجنبي وعربي ومسلم ومسيحي، وكل الطوائف تجي لكربلاء المقدسة. وكربلاء هم بها صحراء، شو ما شفنا خطف، ما شفنا كذا. بس أنتم تريدوا لكم حجة تسقطون هذا البلد الجميل، بس يبقى رافع راسه بزود أهله، شرطة، جيش، حشد، قوات أمنية، ذولا صمام الأمان لهذا البلد. فوالله العظيم شئتوا أم أبيتوا، العراق بلد الأحرار، العراق أمنا وأمانا، بلد الحبيب.